صاحبي وحشتني قوي. انا قلت اجي اظبط طقمية من عندك بقى عشان عندي حته خروجه، انما ايه، بص بقى وقول لي ايه رايك؟ ايوه بس ده حلو عليا صح؟ انا قلت كده برضه. والكوتشيه دي هتبقى حلوه قوي مع الطقم. بس مش هيجي على مقاسك. مش مهم، هشيل الفرش. والساعه دي هتبقى حلوه قوي على الكوتشي والبدله. لا، هو انا عشان مش بعرف اقول لا يبقى تاخد كل حاجتي؟ طب لا والف لا. وبعدين انت مين اداك الحق انك تاخد الحاجه بتاعتي اصلا؟ احنا اصلا مش صحاب. ويلا اتفضل اتكل على الله من هنا، يلا مش هتاخد حاجه من حاجه. لا يا صاحبي، قلت ايه؟ هتديني الساعه ولا لا؟ مفيش حاجه تغلى عليك ابدا يا صاحبي. يا حبيب قلبي شكرا. كنت متاكد انك مش هتقول لي لا. يلا سلام عليكم. مفاتيح عربيتك، ما تنكرش ان هي لايقه على الطقم. خدها بقى واطلع على الساحل. باي باي. طب ينفع اجي معاكم الساحل؟ لا مش هينفع، المره الجايه عشان بقى عيله وخصوصيه، انت فاهم. يلا باي باي. إنك تقول لأ مش أنانية، في فرق بين الذوق وإنك تسمح للناس تتعدى عليك. مع يوتوبيا هنساعدك تحط حدود صحية.